السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو المشهد الأخير في أرض العزة فأبشروا. تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في البداية والله ثم والله إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإنا لما يحدث لأهلنا في أرض العزة لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. لكن عايز أقول في الجانب الآخر إن بكل أسف فقد تسرب اليأس إلى قلوب بعض الناس من شدة المشاهد المؤلمة التي نراها، لا أقول في كل يوم بل في كل ساعة في أرض العزة، من قتل وتدمير وتشريد وحصار وتجويع. ومع ذلك فإليكم هذه البشرى بفضل الله. أنا جاي من المستقبل لكي أخبركم بالمشهد الأخير وخاتمة الأحداث التي نراها الآن. وحضرتك تعرف الغيب يا شيخ محمود؟ لا والله، لا أعلم الغيب على الإطلاق أبدا، لكن أؤمن وأصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخبرنا به من الغيب. أنا أصدق النبي فإنه هو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالمشهد الأخير الذي سيحدث في أرض العزة، وتم تسريب خاتمة الأحداث من خلال السنة الصحيحة. يعني كل الأحداث اللي احنا شايفينها دي احنا عارفين الخاتمة بتاعتها هتكون ايه بوعد من الله ووعد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ففي الحديث الذي رواه الإمام البخاري ومسلم، يعني في أعلى درجات الصحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في هذا الحديث عن المشهد الأخير، عن خاتمة الأحداث. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة، وده علامة من علامات الساعة الصغرى، لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر وينادي ويقول: يا مسلم يا عبد الله، خلف يهودي تعالى فاقتله، إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. سبحانك يا ربي. ومع بعد المثل أذكر لحضراتكم حاجة، لما تلاقي واحد عياذا بالله بيتفرج على فيلم، طبعا مشاهدة الأفلام حرام، لما تلاقي واحد بيتفرج على فيلم وتقول له نهاية الفيلم هيحصل كذا وكذا، يقول لك ايه؟ طب انت كده حرقت عليا الفيلم، انا مش هقدر اكمله. ليه؟ لانك ذكرت له خاتمة الفيلم. انسى بقى انسى ايه المثل ده. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من خلال علامات الساعة التي علمها من خلال الوحي لما جاءه جبريل عليه السلام وأخبره بعلامات الساعة الصغرى والكبرى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا من خلال علامات الساعة خاتمة تلك الأحداث بفضل الله سبحانه وتعالى. فلما أخبرنا النبي بذلك كان ذلك سببا في غرس الأمل في قلوبنا وزوال اليأس بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن لازم نعرف حاجة حبايبي، ودي مسألة خطيرة ومهمة جدا، ودي أهم نقطة عايز أقولها في الحلقة دي. النهايات السعيدة لابد فيها من دفع الثمن. احفظوا الجملة دي: النهايات السعيدة لابد فيها من دفع الثمن. والسؤال هنا: متى كانت الدنيا دار الراحة والأمان؟ عمرها ما كانت لا دار راحة ولا أمان. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، في تعب، في مشقة، لا راحة إلا في الجنة. لما سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله رحمة واسعة: يا إمام متى الراحة؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخبر كما عند مسلم أنه يؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا ولكنه من أهل الجنة، كان راضيا عن الله محبا لله طائعا لله، فلما جيء به يوم القيامة أمر الله الملائكة أن تغمسه غمسة واحدة في الجنة لا تستغرق ثواني، ثم يقول له جل وعلا: عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا ربي ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. فنسي كل شقاء وبلاء شافه في الدنيا بمجرد غمسة في الجنة.
ومع ذلك حبايبي لا نستطيع أن ننكر على حضراتكم الحزن والألم لما نراه من تلك الأحداث التي تحدث في أرض العزة، فهذا شيء طبيعي كان يحدث أيضا في عهد الصحابة حينما كانوا يرون ما يحدث للمسلمين من قتل وغير ذلك كانوا يحزنون مثل ما نحزن، وحينما كانوا يرون بعضهم يعذب كانوا يحزنون. والدليل على ذلك ما رواه الإمام البخاري أن خباب بن الأرط رضي الله عنه وأرضاه كان يعذب عذابا شديدا، وفي يوم من الأيام اشتد عليه العذاب من الذين كانوا يملكونه في ذلك الوقت لأنه كان عبدا رقيقا، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده متوسدا بردة له عند الكعبة، فقال يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم، يعني من الأمم السابقة، فيحفر له الحفرة في الأرض ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، شوف قد ايه، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشقه نصفين ما يصده ذلك عن دينه، ثم قال والذي نفسي بيده لا ينصرن أو لا يبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمي ولكنكم قوم تستعجلون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبشره بقرب الفرج إلا بعد أن أخبره أن سلعة الله غالية، وأن المؤمنين قبلهم كانوا يمشطون بأمشاط الحديد ما دون اللحم والعظم، وأنه كان يوضع المنشار عند مفرق رؤوسهم ويشقون نصفين قبل أن يمكن الله عز وجل لهم. وزي ما قلت لحضراتكم واحفظوا الجملة دي، فالنهايات السعيدة لابد فيها من دفع الثمن. وأذكر لحضراتكم أمثلة جميلة ورائعة توضح لنا قد إيه كان في نهايات سعيدة، لكن إحنا نسينا الثمن اللي اندفع بسبب هذه النهايات السعيدة. على سبيل المثال في قصة أصحاب الأخدود كانت نهايتهم السعيدة في الجنة، لكننا نسينا الثمن الذي دفع، وأنهم لم يصلوا إلى الجنة إلا بعد الثبات على دينهم، وإلا بعد أن حرقت أجسادهم في نار الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماشطة ابنة فرعون، واحنا بنحكي قصة الإسراء والمعراج حينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى فشم رائحة جميلة، فقال يا جبريل ما هذه الرائحة الجميلة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها. الله أكبر. لكن نسينا الثمن اللي اتدفع، وأنهم ما عرجوا إلى الجنة إلا بعد أن حرقهم فرعون في البقرة النحاسية التي أشعلوا النار تحتها فخرج منها رائحة الشواء، تحولت رائحة الشواء إلى أجمل رائحة شمها النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج. لما بنذكر سيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا عثمان بن عفان سيدنا علي بن أبي طالب وغيرهم من الصحابة، فنحن نذكر أنهم من العشرة المبشرين بالجنة، لكن نسينا بقى التضحيات التي بذلوها والآلام التي تعرضوا لها، وكيف كانت خاتمة حياتهم بقتلهم هم الثلاثة لينالوا الشهادة في سبيل الله سبحانه وتعالى. مصعب ابن عمير، لما بنذكر اسم سيدنا مصعب بن عمير كل ما نذكره هو أنه كان الفتى الجميل المدلل، وأنه كان أنعم فتيان مكة، وأنه في النهاية أصبح من أهل الجنة، لكن نسينا ما قدمه والثمن اللي دفعه وما تحمله في حياته من المصاعب والعناء والتعذيب، ونسينا إن حياته ختمت بالشهادة في غزوة أحد وقد قطعت يداه في سبيل الله ولم يجدوا له كفنا يستره رضي الله عنه وأرضاه. لما نذكر حمزة ابن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونذكر أنه سيد الشهداء يوم القيامة وأنه من أهل الجنة، لكن نسينا أن سيد الشهداء ما نال تلك السيادة إلا بعد أن رمي بحربة وحشي رضي الله عنه وارضاه، لأنه أسلم بعد ذلك. رمي بحربة وحشي فبقرت بطنه وأخرجت أحشاءه ومات في سبيل الله شهيدا رضي الله عنه وارضاه. هكذا، هي مجرد أمثلة وإلا فالأمثلة كثيرة جدا. فهكذا نحن نتذكر دائما النهايات
السعيدة، ولكن لا نتذكر الأثمان التي دفعت من أجل تلك النهايات السعيدة. في الخاتمة بقول إن شاء الله أبشروا، فالأرض ورب الكعبة تتهيأ الآن لأمر عظيم، وسترون يعني إن شاء الله في الأيام القادمة تتسارع الأحداث، ويكون النصر والتمكين لأهل الإيمان بوعد الله وبوعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي قال كما عند أحمد بسند صحيح: ليبلغن هذا الأمر يعني هذا الدين ما بلغ الليل والنهار، ولن يترك الله بيت مضر ولا بيت وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وأهله، وذلا يذل الله به الكفر وأهله. فأبشروا إن شاء الله كل ما نراه الآن من تلك المآسي تتحول بعد ذلك إلى بشريات ونهايات سعيدة ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، واستعملنا لنصرة هذا الدين يا رب العالمين. جمعني الله وإياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.